رواقي يا ام سلوى، رواقي، شده وتزول. حد عارف هتزول امتى يا ايوب؟ ربنا فرجه قريب. وربنا كمان قال ما ترموش بايديكم في التهلكه. ما هي شرطك يا اختي. وشورتك انت كمان يا ايوب. مسكينه يا سلوى، يا ترى عامله ايه دلوقتي يا بنتي؟ يا اهلا بالمعلم، صباحيه مباركه يا معلم. الله يبارك فيك. الشاي ساده ولا بحليب؟ قبل الشاي هات لنا طبق فول مدمس بالزيت الحار. الله، طب ما فطرتش في البيت ولا ايه؟ لازم العروسه راحت عليها نوم. اسم الله عليك. اسمع، هات لي فحل بصل. من عينيا. صباحيه مباركه يا بنتي. صباحيه زي الزفت والقطران. ليه كفلنا الشر؟ انا عرفت ليه اختي ماتت ناقصه عمر. انا لا يمكن هستحمل ليله تانية. ليه؟ ماله زعفران يا بنتي؟ ده مش بني ادم. يا ماما ارحميني، مش قادره افسر لك اكتر من كده. زي ما رمتوني الرميه دي لازم تخلصوني منها. فاهمه يا ماما؟ لازم تخلصوني. رايحه فين يا سلوى؟ عندي مشوار. خليكي هنا، واذا سالك عني بايه قولي له راحت تعمل شعرها. الشغل نايم ليه يا زنانيري؟ عشان تتمتع بالعروسه يا معلم. ربنا يبعت. اسمع، اي ميت ان شاء الله يكون في مصر الجديده تديني خبر. عاوزين نعوض مصاريف الجواز، ده انا اتذبحت ذبح. من عينيا يا معلم. ما هو شوف، انا لا يمكن اعيش مع بني ادم سادي بالشكل ده. ده انا بني ادم، ده لو عنده مال قارون يغور، ولا اشوفش ليله سودا زي اللي شفتها امبارح. معنى كده ان الخطه فشلت والفقر هيبقى ورانا. الفقر اهون من العذاب. اطلبي الطلاق. زعفراني لا يمكن يوافق على الطلاق. يطلقني زي وهو كاتب لي نص ثروته. وبعدين ما تنساش بابا وماما، هما كمان مش هيرضوا ان انا اتطلق. لازم نلاقي حل. ايوه، لازم نلاقي حل. بس ايه هو؟ اديني فرصه افكر. معاك لغايه بكره، بس بعد كده ما تلومنيش على اي حاجه اعملها. وحيد الله يا ام سلوى. هو انا بقى عندي بنت اسمها سلوى؟ ما هي خلاص حصلت اختها واللي كان. الصبر يا ام سلوى. ما في الصبر يا ايوب. انا عرفت المرحومه ماتت ليه. ايوب، احنا غلطنا يا ايوب، ولازم نطلقها عشان نخلصها من العذاب اللي هي فيه. احنا ما كناش بنجوز عشان نطلع يا ام سلوى. اللي ابتدى المشوار لازم يكمله. كده يا ايوب، كمل بقى المشوار. هيكمل. سلوى، مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ نخلص منه. يا الحنة يا قطر الندى يا شباك
حبيبي يا عيني جلاب. السلام عليكم. عليكم السلام. الموت علينا حق بقى في حياتك. انت بتضحك؟ طيب يبقى مفيش شغل. الجثة الشحة اليومين دول يا حبيبي. ومين قال لك ان انا عايز جثه؟ انت مش من بتوع كلية الطب؟ طب ايه؟ انا من بتوع كليه التجاره. تجارة؟ طيب والتجارة دي بيعلموا فيها التشريح برضه؟ لا، بيعلموا المكسب. طلباتك عايزين 20 جمجمه مرة واحدة؟ انتوا هتعملوا معرض جماجم؟ ناويين نصدرهم بلاد بره. في واحد خواجه امريكاني طالبهم الليله دي، والدفع بالدولار. الدولار؟ هتريد بيه ده. انت اللي عامله الكوارع دي؟ لا ماما. تسلم ايدين امك. اما شطب بقى وديك يا كريم. يا معلم زعفراني، خش انت جوه، خش جوه. خير يا سنانير؟ لا مؤاخذة يا معلم، جالنا شغل. ايه ميت سقع؟ لا يا معلم. ايه لقيت الجثه بتاع الطب؟ لا يا معلم. لما فين الشغل ده؟ هو مطلوب مننا يا معلم 20 جمجمة وبالدولار. بالايه يا اخويا؟ بالدولار. ودول عاوزينهم طازه ولا عتيق؟ طازة ايه يا معلم؟ هو احنا لاقيين اموات لما هنقطع رقابيها؟ دول مطلوبين امتى؟ الليلة دي. ومستعجلين كده ليه؟ مطلوب للتصدير يا معلم. والله ايه اللي مزاجك؟ استناني تحت نطلع القرافه ننقي كام راس. سلوى، غصب عني يا حبيبتي، هغيب عنك ساعه واتنين، اصلي جالي شغل. مع السلامة. الله يسلمك يا حياتي ودنيتي انت. اتكلنا على الله. طب اسمعوا دي كمان. قول. بيقول لك نجار مات مش وراه 80 لوح. على فكرة الأموات دول محظوظين، بنسليهم كل ليلة. أنت تعرف مين اللي مدفون هنا؟ مين؟ المعلم رموني، أكبر تاجر حشيش في البلد. بجد؟ بجد؟ طب فين تربيته؟ هو مرها لك. تعالى اتفضل معايا. وريني. أهي دي تربطه. هي دي؟ هي دي. مساء الخير يا معلم براموني. ولادك غلوا علينا الصنف، البضاعة مش هي. ألف رحمة تنزل عليك. يطلع اكتر من 20 على. وماله يا معلم؟ الزيادة ما تضرش. طب يلا بينا يلا بينا. مش هنقفل التربة الأول؟ مفيش وقت، يلا بينا. ايه؟ على إذنك يا معلمي. في يا ولد، في يا ولد. يا ابن الجبانة.
هنا يا بيه. كل حاجه حصلت هنا يا بيه. وكنتوا بتعملوا هنا ايه؟ انا يا بيه عبد المأمور. المعلم بتاعي قال لي تعالى معايا عندنا شغل، قمت جيت معاه. انا اصلا ما اقدرش اقول للمعلم بتاعي لا. احنا يا دوب وصلنا هنا يا بيه والجامعه دول طلعوا علينا. واشمعنى انت سليم؟ يا بيه دول 100 كانوا قاصدين المعلم زعفراني. وما تعرفش المعلم كان عايزك في شغل ايه؟ ها؟ الكدب خيبه يا بيه. احنا كنا جايين هنا عشان نلقط كام جمجمه كده، يعني استيراد وتصدير يعني. كده؟ طيب. كنت عارفه انهم هيقتلوك يا سامعي، كنت عارفه انهم هيقتلوك يا اخويا، كنت عارفه انهم هيقتلوك يا جملي يا اخويا. اسم الله يا اخويا، انا عارفه